السلام عليكم. خلال مطلع القرن السادس عشر كانت الدولة العثمانية في ذروة قوتها بعد توسعها في عمق جنوب أوروبا الشرقية وطرقت أبواب فيينا. سيطرت تماما على شرق البحر المتوسط وكان لها نفوذ في المحيط الهندي. ولكن السؤال اللي مازال مطروح: لماذا الدولة العثمانية لم تقدم على أي خطوة لاستعمار القارة الأمريكية بعد اكتشافها؟ الشي اللي خلينا نطرح السؤال السلسلة لماذا؟ تابع بعد الفاصل. لا شك أنك قريت بحالي في درس التاريخ عن اكتشاف أمريكا والأسباب اللي أدت لذلك، وهو الضريبة العالية اللي كانوا يفرضوها المماليك في مصر عبر البحر الأحمر والعثمانيين في البحر المتوسط على السلع القادمة من الهند إلى أوروبا. وماشي غير هادشي، كانت جمهورية البندقية هي الوحيدة المسموح لها بالتجارة مع المشرق، وبقية الممالك الأوروبية ما كانتش سعيدة بهذا الأمر، خاصة البرتغال وإسبانيا. وكانت البرتغال أولى المبادرين لإيجاد طرق بديلة، فوصلت أول سفينة أوروبية إلى الهند بعد قيامها بالالتفاف حول المسلمين لغرض التجارة مع المصدر في إفريقيا والهند، وكذلك نشر الديانة المسيحية. ودارت معارك بحرية بين البرتغاليين والمماليك أدت لتصاعد أزمة مالية في مصر بعد قطع الإمدادات، الشيء اللي سهل الأمر على العثمانيين في التوغل في الشام والسيطرة على مصر والحجاز وبلاد القوقاز. فأصبحت القوة المهيمنة على المحيط الهندي والبحر الأحمر والمتوسط. المهم، رغم تمكن البرتغاليين من الالتفاف حول المسلمين، ولكن هذا الإنجاز كان مكلف، يحتاج الوقت لإيصال السلع. فبدأت إسبانيا والبرتغال في البحث عن طرق جديدة، وهي بدل الذهاب لجهة اليمين لما لا الذهاب لجهة اليسار، بعدما أصبحت نظرية الأرض المسطحة سخيفة. وهكذا حطت السفن الإسبانية والبرتغالية في السواحل الأمريكية عن طريق الصدفة، ولكن لم يكونوا هم أول من اكتشفوها، بل سبقهم الفايكنجز إلى جزيرة الجرينلاند وشمال كندا. المهم، عرفنا قصة اكتشاف العالم الجديد، والآن أجي نشوف لماذا لم تحرك الدولة العثمانية ساكنا اللي كان معروف عليها وقتها امتلاكها أقوى أسطول بحري ولها عدة طرق للوصول إلى العالم الجديد. عام 1517 بحار عثماني بيري الرئيس قام برسم خريطة العالم تضم السواحل الأمريكية وقدمها للسلطان العثماني سليم الأول. ملحوظة: بيري الرئيس رسم خريطة المغرب مقسمة بين الشمال والجنوب، لأنه وقتها المغرب كان يعاني من حرب أهلية تحكمه السلالة الوطاسية في الشمال والسلالة السعدية في الجنوب، قبل أن تسيطر هذه الأخيرة بشكل تام على عموم المغرب في عام 1554. المهم، الخريطة ما زالت محفوظة، ولكن ضاع منها بعض الأجزاء، وليرسمها استعان ب20 خريطة أخرى من بينها لكولومبوس. ما يعني أن بعض العثمانيين، ليس كلهم، كانت لهم رغبة غزو العالم الجديد. ومن بين المصادر اللي استعان بها بيري كان أسير إسباني ذكر في مذكراته أنه حكى له باللي زار أمريكا. السبب الأول كان جغرافي، لم يكن سهلا التحرر من البحر المتوسط، كان يجب على العثمانيين المرور عبر مضيق جبل طارق. لذاك الوقت سيطرت عليه إسبانيا والبرتغال بعد سقوط غرناطة، وسيطرت على ثغور في شمال المغرب، فكان الحل الوحيد للمرور إلى المحيط الأطلسي عبر المغرب. وبدأت حملات عثمانية لضمه، لكن حالت دون ذلك، لسبق لي درت عليها حلقة من جزئين مفصلين حول الصراع المغربي العثماني. المهم، العثمانيين كان لهم طريق ثاني، بما أنهم مسيطرين على المحيط الهندي، ولكن ستكون رحلة أطول وأكثر تكلفة. وبما أن لهم بالفعل علاقات تجارية غنية مع آسيا، فلم البحث عن البديل؟ ثانيا، العثمانيين كانوا في موقع استراتيجي، فهم في تقاطع الطرق بين 3 قارات، وكذلك العالم الجديد ما زالت لم تظهر قيمته الحقيقية أمام أعين العالم. I could get used to this. You know what? This is what I want our empire to be about. وأقصى ما كان يعتقد العثمانيين أن بإمكانهم فعله هو حرمان الإيبيريين من التوسع. السبب الثاني وهو أن العثمانيين كان لهم ما يكفي من المشاكل للاهتمام بها: شمالا النمساويين، وشرقا الصفويين، وغربا السعديين. والخطة اللي كانت عند العثمانيين هي السيطرة على المغرب، ومنه سيتمكنوا من نصب نفوذهم على المحيط الأطلسي، ثم السيطرة على بعض المناجم ومراكز التجارة الإفريقية، ثم التحرك نحو القارة الأمريكية. ثالثا، إسبانيا والبرتغال أصبحوا يسطرون حدود العالم الجديد على أساس أنه أصبح ملكا لهم، غير مهتمين بالبقية، بعدما وقعوا معاهدة تورتيسيلاس اللي وقعت مبكرا قبل استكشاف كامل القارة، واللي كانت تعتبر مؤتمر برلين الخاص بالقرن الخامس عشر. المهم، العثمانيين حسوا بالخطر، ولكن ما عرفوش كيف سيأتي وكيفية التعامل معه. ولكن سليمان القانوني وقتها ما اهتمش وما شافش أن ذلك يكون عنده تأثير، وفضل التوسع في قلب أوروبا، خاصة وأن البحر المتوسط كان وما زال البقعة الأكثر أهمية في التجارة الدولية.